اهلا بيكم في سلسلة فيديوهات ازاي اروح المقدمة من منصة وير تو سبوت، وهي اول منصة تجمع بين حاجات كتير جدا. هسيب لكم اللينك في البايو تقدروا تشوفوه في اخر الفيديو. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي اروح جامعة القاهرة بدون لخبطة خالص، سواء بالمترو او بالمواصلات او بالعربية. جامعة القاهرة هي واحدة من أشهر الجامعات اللي في مصر والشرق الأوسط، ومكانها الاستراتيجي في منطقة الجيزة بيخلي الوصول ليها سهل نسبيا، خصوصا مع وجود محطة مترو قريبة جدا من بوابتها. لكن لأن المواصلات في القاهرة دايما فيها زحمة وتشعب كتير، فالطلبة بيحتاروا ازاي يروحوا جامعة القاهرة. ففي المقال ده هنعرف خطوة بخطوة ازاي نقدر نروح جامعة القاهرة بالمترو بالمواصلات، زي الميكروباص الاتوبيس او حتى من خلال ابلكيشن زي اوبر. يلا بينا نبدأ. اول حاجة، لو هتروح جامعة القاهرة بالمترو، اقرب محطة مترو للجامعة هي محطة القاهرة. ودي موجودة على الخط التاني اللي بيربط بين شبرا الخيمة والمنيب. بمجرد ما تنزل من المحطة هتلاقي نفسك على خطوات بسيطة جدا من باب الجامعة الرئيسي اللي بيطل على كوبري الجامعة وشارع النهضة. طيب منين تركب او تركب ايه عشان تروح جامعة القاهرة؟ لو انت جاي من شبرا الخلفاوي رود الفرج المظلات الجزء ده، هتركب المترو من اي محطة على الخط الاول المرج حلوان، وهتنزل محطة السادات، وبعد كده هتغير للخط التاني اللي بيودي على المنيب، وبعد كده بتنزل جامعة القاهرة وبكده تكون وصلت. طيب لو جاي من معادي دار السلام حلوان طرق، هتركب الخط الاول برضو وتنزل محطة السادات، وبتبدل للخط التاني وبتنزل عند جامعة القاهرة. طيب لو جاي من المرج عين شمس غمرة رمسيس، هتركب من نفس الخط الأول وتبدل في السادات برضو وتنزل محطة جامعة القاهرة، وبكده تكون وصلت الجامعة بكل سهولة. طيب لو جاي من امبابة كتكات العجوزة السودان، أو شارع السودان، هتركب من الخط التالت العتبة كتكات رود الفرج، وهتنزل محطة السودان وتبدل للخط التاني من هناك. طيب لو جاي من منيب بالبحوث الدقي الجيزة، فانت اصلا على نفس الخط اللي هو الخط التاني، فهتنزل على طول محطة جامعة القاهرة بدون تبديل. طيب بعد ما بتنزل محطة جامعة القاهرة، بمجرد ما بتخرج من بوابة المترو هتمشي خطوات صغيرة جدا هتلاقي نفسك قدام باب الجامعة الرئيسي. طيب لو رايح كلية معينة مثلا زي كلية هندسة طب تجارة، هتمشي شوية على حسب الكلية، أو هتركب من جوه عربية كهرباء أو باص داخلي صغير. ليه؟ عشان هما مش قريبين من الباب الرئيسي مباشرة، بس تقدر تتمشى شوية وتوصل لهم. طيب لو أنا هركب بقى مواصلات عادية جدا، عندك كذا اختيار. لو انت جاي من رمسيس ووسط البلد، او لو انت جاي من الجيزة او من اكتوبر والشيخ زايد، او من فيصل والهرم، او من حلوان والمعصرة وطورة. طيب لو جاي من رمسيس او وسط البلد، هتركب ميكروباص من الجيزة عادي، او هتركب ميكروباص بيقول جيزة من عبد المنعم رياض وبيوقفك تحت كوبري الجامعة، او بتركب اتوبيس بقى لو انت عايز الحل بتاع زمان جدا. بتركب بقى اتوبيس هيئة رقم 900 او 926، بينزلك قدام الجامعة على طول. طيب لو انت جاي من الجيزة، ففي ميكروباصات كتير جدا بتعدي على شارع الجامعة من عند محطة الجيزة نفسها. ممكن تمشي من محطة المترو الجيزة حوالي 10 دقايق وتكون وصلت للجامعة. فده طبعا بيعتمد انت رايح في الصيف ولا في الشتاء، تقدر تتمشى ما بتحبش تتمشى، وهكذا. طيب لو جاي من اكتوبر والشيخ زايد، بتركب عربية من موقف اللي هو موقف الحصري او هايبر متجهة للجيزة، او بين السرايات تنزل عن شارع النهضة او كوبري الجامعة. لو جاي من فيصل والهرم، هتركب برضو ميكروباص او اتوبيس متجه للجيزة. ليه؟ عشان احنا اتفقنا ان الجامعة اصلا في الجيزة، فانت لازم تركب اي مواصلة تكون اتجاهها للجيزة او للجامعة على طول. طيب لو جاي من حلوان المعصرة او الطرق، هتركب المترو وتنزل في محطة السادات، وتبدل وتركب وتكمل الخط التاني لحد محطة جامعة القاهرة. طبعا لو انت هتستخدم ابلكيشن زي ديدي او كريم او اوبر او اي ابلكيشن من الابلكيشنز دي، تقدر تحط الواجهة على طول جامعة القاهرة الجيزة، او تكتب اسم الكلية مباشرة، علشان زي ما اتفقنا مش كل الكليات قريبة من باب الرئيسي، فمحتاج ان انت تبقى عارف رايح فين. طبعا في وقت الزحمة حاول تنزل قبلها بشوية، او تبقى عارف بالظبط الجامعة فاضلك قد ايه عليها، عشان ممكن تنزل تتمشى الجزء ده. طيب شوية نصايح عشان ما تلخبطش وانت نازل المترو. لو اول مرة تروح، لازم تسأل موظف او اي طالب عند المحطة. طبعا انت عارف في مصر الناس بتحب تساعد جدا جدا جدا. ممكن تنزل تطبيق المترو الرسمي بيساعدك تعرف طبعا المواعيد والخطوط وتبدل منين.
لو عندك محاضرة بدري انزل شوية، لان الزحمة ممكن تبقى خانقة خصوصا الساعة 8 الصبح. خلي معاك طبعا كارت مترو مش تذكرة، كل مرة اسهل واسرع وموفر. لو رايح كلية معينة جوه الجامعة اعرف مكانها فين بالظبط. طيب اهم الكليات اللي قريبة من محطة المترو، زي كلية تجارة قريبة جدا من البوابة الرئيسية، كلية اعلام بتمشي دقيقتين، كلية سياسة واقتصاد او اقتصاد وعلوم سياسية ورا مبنى القبة، كلية حقوق، كلية الاداب، كلية دار علوم. اما كليات زي مثلا هندسة فبتكون اقرب لمحطة مترو الجيزة. القصر العيني ليها بوابة تانية بعيدة شوية وممكن توصل لها من محطة السيدة زينب او من عبد المنعم رياض. طيب بدايل في حالة الزحمة والأعطال، لو المترو عطلان أو فيه تأخير تقدر تركب من رمسيس ميدان التحرير عبد المنعم رياض مباشرة، أو تركب أتوبيس زي ما اتفقنا لهيئة النقل العام، خط 900 المرج الجيزة، خط 926 مدينة نصر الجيزة، خط 1033 إمبابة والجامعة. وكمان ممكن تستخدم تطبيق بيوصل زي سويفل لو متاح في منطقتك أو أوبر باص. الخلاصة سواء كنت طالب جديد في جامعة القاهرة أو بتروح زيارة أو تدريب، تقدر توصل بسهولة جدا بالمترو أو المواصلات العادية. كل اللي محتاج إنك تبقى عارفه أقرب خط ليك وتبدأ الرحلات بخطوات بسيطة. اركب مترو، انزل محطة جامعة القاهرة، امشي دقايق أو اركب حاجة داخلية توصلك، أو اركب ميكروباص أو أتوبيس من الجيزة أو التحرير حسب منطقتك. الموضوع مش صعب أبدا، ومع التكرار هتلاقي نفسك حافظ طريق ومش محتاج تسأل حد. ابعت لنا الفيديو اللي انت حابب تتفرج عليه المرة الجاية، زي عايز تروح في مكان معين. وما تنساش تشوف الفيديو بتاع ازاي اروح الساحل وازاي اروح حدائق اكتوبر لو انت بتحاول تكتشف مصر وعايز تعرف الطرق. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالاماكن والترشيحات لكل الفترات الجاية. واتمنى اشوفك في فيديو جديد.